بالنسبه للتعليقات اللي بتجيلنا ازاي ان احنا بنكسب فلوس وازاي بتنجحوا في حياتكم والكلام ده كله، فعلشان كده النهارده جايب لكم معايا مستر طارق، هو اللي يعلمكم ازاي تنجحوا في حياتكم وتكسبوا فلوس من الانترنت. وهو عامل قناه بيشرح فيها ازاي تنجح في حياتك وتربح من الانترنت اللي هو عاملها، بيشرح فيها ازاي تنجحوا. هتتعلموا منه حاجات كتير واتمنى لكم التوفيق كلكم يا رب. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات يوميات حمدي ووفاء. والنهاردة روتين يومنا جديد جدا. ايه ده؟ مش انت قلت لما يوصل اللي انت قلت الفيديو وصل 100,000 لايك، هم متابعين ان هو وصل 100,000 لايك في اول 10 ساعات زي ما اتفقنا. أتأكد الأول. مش مصدقنا؟ واو فعلا وصل ل 100,000 لايك الفيديو اللي فات في اقل من 10 ساعات. طبعا انتوا كده كسبتوا التحدي، واحنا مضطرين ان احنا نعمل فيديو المصيف الجزء الثاني بس في مكان مختلف زي ما وعدناهم. خلاص يبقى احنا كده هنعمله دلوقتي حالا. يس دلوقتي حالا. طبعا احنا عايزين مكان جديد زي ما قلنا لكم ان احنا مش هينفع نعمله على السطح، لان المره اللي فاتت كانت الشمس حاميه جدا وسودوا ولغايه دلوقتي لسه ما بيضوش، وبدات يعني ايه اثار الشمس تروح منهم. فاحنا المره دي هنعمله. اول حاجه قول. وفاء ما قالتش حطوا لايك. ليه؟ هي مش عايزه لايك صح؟ ولا هي في المصيف؟ ايه؟ هي قالت لي احط لايك. هي قالت لها يعني قالت لك ان المره دي هي اللي هتحط لايك مش انت؟ العروسه دي نشعرها دي العروسه بتاعت وفاء، هي على طول حضناها كده وبقت دي صاحبتها كده. يعني دي اللي قالت المره دي، قصدها دي اللي قالت صح؟ حطوا لايك. حطوا لايك. يلا انت جايبها معاك عشان تشوف بدلك. حالا دلوقتي يلا بينا نوريكم هنعمل ايه. المفروض بقى ان احنا النهارده عايزين نستغل المكان اللي عندنا هنا. ايه رايكم ان احنا نعمل هنا؟ فكرة مجنونه اصلا ان حد يعمل حمام سباحه في الشقه، دي فكره مجنونه متهوره ويعني مش عارفين عواقبها ايه. انتوا ايه رايكم؟ حلو. بالنسبه لبلال صاحب احسن نطه في مصر البلال. لا ومحمد نطه جامده برضه بس في النص كده ما خدناش بالنا منه. لا انا شفتها لما اتفرجنا على الفيديو. عاليه، نطتها عاليه. وانتي وفاء وفاء ايه؟ النطه بتاعتي كانت حلوه برضو بس اتشقلبتي واتكعبلتي. ماشي. طبعا احنا هنا النهارده هنعمل برضو ايه يعني عشان الجو حر، عشان فوق يعني الجو حر، هنا الجو هيبقى معتدل شويه. نستغل برضو البلكونه ونستغل الشمس اللي داخله ليها، وهنعمل هنا برضو ايه شوي زي المره اللي فاتت واحسن. لا بس احنا المره اللي فاتت كنت عاملهم محشي، الشوي ده كان تاني جميل بقى. فيها قوي حاميه خالص. جربتها المره اللي فاتت. بص الشمس عامله ازاي حاميه لا جدا. بس احسن من فوق يا جدعان. لا ده فوق ايه ده؟ وهنعمل برضو بس مضطرين ان احنا نشيل كل العفش ده نركنه. عشان خاطر المفرح يعني. يعني هنشيل ترابيزه السفره ونشيل التلفزيون ونشيل السجاد ونشيل الركنه. هنفضي المساحه دي كلها علشان نحط فيها حمام السباحه بتاعنا الكبير. عشان ايه؟ خاطر ايه؟ عشان خاطركم يعني. لا كتير. طب يلا كده الشمس هتروح، عايزين نلحق، ده بياخد وقت على ما بيتملي. يلا عشان بياخد وقت طويل. هنفضي بقى المكان ده ونرجع لكم. وبكده خلصنا ووسعنا الدنيا وبقت واسعه كده. شلنا كل العفش. طبعا هي فكره مجنونه زي وفاء ما قالت، بس احنا لازم نعمل كده علشان خاطر مش هينفع نطلع على السطح. فكده الشمس دخلت والدنيا نورت، وبرده اجواء الصيف لان الشمس موجوده في وشنا اهي. طبعا هنا المكان واسع، وده المسبح بتاعنا اهو هننفخه. كنا شايلينه ومكنفينه علشان خاطر الصيف الجاي، بس هم خلاص ادام الفيديو وصل 100,000 يبقى احنا عند وعدنا. لازم ننفذ وعدنا، ننفخه ونملاه. يا رب تملي بسرعه بس. مبسوطين؟ قوي. انت عارفه تعرفي معلش بس ايه بتستعجلي؟ فهمت كلمه؟ بتقول معلش عايزه اعوم. يعني هي عايزه بتقول ان هي عايزه تعوم. تقول لك بص بابا بعمل ايه. احنا هنا طبعا عشان الكهرباء والامان فلزقنا كده لزقه على الفيش. كل الفيش اللي هنا موجوده لزقنا عليها لزق علشان خاطر تبقى امان. انا ذكي؟ شكرا يا وفاء. ده كله عشان مصلحتك. بتسيسيه بتطبل لي. ذكي بتطبلي له. طبعا في حد يعملها. هتسمعوا صدى صوت شويه علشان خاطر شلنا الفرش، فايه صدى الصوت ايه هيبقى عالي شويه. بس كده المكان احسن من فوق ولا فوق احسن؟ لا انا لسه هظبط بقى اعمل مشويات. انا روقته الشباك احنا كده عايزه تعوم. ماشي يلا هاتوا لي بقى المكنسه زي المره اللي فاتت عشان ايه املاه. اهو كده نفخناه بسرعه من المكنسه زي ما وريناكم المره اللي فاتت. ماشي هنكمل ونملاه ميه ونجي لكم بقى ايه واحنا بنلبس المايوهات. طبعا شكله جميل جدا في الشقه لان المكان هنا انضف من فوق.
وهنبلبط براحتنا عشان المره اللي فاتت تعبتوا من الشمس. المره دي الشمس هي اللي عاوز يقف في الشمس، واللي عاوز يبلبط في الميه يجي هنا. خلاص ماشي يلا ماشي يلا. طبعا بقالنا فتره كبيره بنملى فيه علشان انتوا عارفين ان هو كبير. هو قرب يتملي خلاص، بس احنا طبعا ايه مستنيينه 3 ساعات مستنيين. انتوا عشان احنا المره اللي فاتت قعدنا كتير انا وامكم في الضلمه. وهنا وفاء بتعمل لنا بقى المشويات الجامده جدا عشان اثناء المصيف تدلعنا. الله ينور يا وفاء. الله ينور. بتحب وفاء المصايف وبتحب تظبط المصايف بتاعتنا. بنخرج برضه نروح مصيف لازم بعمل لهم الاكل، بحب ان انا ادلعهم. دلعينا والنبي. عامله لنا شيش تابوك وعامله لنا كفته الحاتي، كفته اللحمه اللي هي المشويه، التركوت الشوايه. بص حطت لنا الشوايه هنا في البلكونه اهي. الشوايه حطيتها لنا في البلكونه ووصلناها بالكهرباء عشان نشوي عليها. هتبقى جامده جدا. فاضل شويه صغيرين ويتملي ونبدا نبلبط براحتنا. طبعا هنا المكان هيبقى انضف والميه هتبقى نضيفه اكتر. لبسه المايو صح. واحنا لابسين المايو، كلهم لبسوا المايوهات وجاهزين ومستعدين. وطبعا بلال صاحب احسن نطه هنط لكم احلى من الثانيه. يعني انت هتوعدنا المره دي تنط لنا نطه احسن. هتخلينا نقول مهندس النط. مهندس النطه ماشي. اما نشوف يا اخوك. وانت هتنطي برضه ماشي. يبقى احنا هنعمل مسابقه بينكم ونشوف احسن نطه فين. ماشي. واخيرا نتملى المسبح بتاعنا الجميل، ومعانا هنا الابطال السباحين الامهار. عايزين ننط. حاضر هتنط دلوقتي. قبل ما ينط بقى الفيديو ده يستاهل كام لايك عشان ما شفتش حد عمل كده قبل كده. احنا بس اللي بنعمل الحاجات العجيبه دي. اكتر من 100,000 لايك. يستاهل اكتر من 100,000 لايك. قبل كده مين اللي هينط بقى احسن نطه هو اللي هياخد كومنتات تشجيع اكتر. من الصغير للكبير زي ما بتدعوا على طول في كل حاجه من الصغير للكبير. ماشي يعني نشوف احسن نطه. لا احنا هنعمل مسابقه. لا ما ينفعش ننط كلهم مره واحده عشان نعرف نتكلم نطه. ماشي يبقى هنبتدي. وفاء اللي هتنط اول نطه. لا واحنا من الصغير للكبير. يلا. لا انا رايي الاولاد الاول. ليه؟ هقول لك عشان حاجه بس عشان هم يستحملوا دول. احنا ابطال. يعني الاولاد الاول. ماشي. مين الاول؟ 1 2 3. يا ابن اللذينه يا بلال. وسعوا السكه لمحمد. معلش نجيب فرصه كل واحد ينط براحته. ماشي يلا. استنى مع العد بقى. نطه جامده جدا من محمد. الله ينور عليك. وكده ايه عوض. بس النطه خلي بالك انت بايه. انا عايز نطه سباحين اللي هي بتفرد فيها جسمك. ماشي. المره الجايه انا. يلا 1 2. مين؟ ايوه انت. ماشي ندى. 1 2 3. نطة جامدة برضه الندى. سباحة قديمة زي ابوكي. فاضل وفاء. تعالي هنا ونطي. امال هتعملي ايه؟ استنى اما تشوف هي عايزة تنزل. تعالي من هنا من قريب. من قريب بعملي كده ونط. يلا 1 2 يلا 1 2 3. شاطرة يا وفاء. اوعي يا وفاء بقى. انت بتعوم. والله بتعوم. ماشي. ايه رأيكم في المصيف المنزلي ده؟ مصيف منزلي يستاهل 100,000 لايك.
يلا يا وفاء، وفاء بتعوم، وفاء بتعوم. طبعا الشقه هتغرق، وعشان كده احنا شلنا السجاد وشلنا العفش بس يخليهم يلعبوا ويزقططوا ويبلبطوا. بس بالراحه بقى نرجع على الفكره وعلى الشقه بالراحه. ودلوقتي معانا 2 متسابقين بيتحدوا بعض وبيشوفوا مين احسن نطه فيهم. هنقول 1 و2 و3. وفاء نطت معاهم، وفاء نطت معاهم. اتحلقت وبتشطر بتطلع النط بالطول. مصيف عالمي، مصيف عالمي. لعبتوا كتير. تعالوا بقى ايه، خليكم انتوا وانا هروح بقى اشوف امكم بتعمل لنا المشويات الجامده بتاعتنا. يا سيد يا سيد يا سيد، الشوايه الجديده طبعا هتريحنا، ولا دخان ولا بتاع. الله ينور، الله ينور. مبسوطين؟ نخليه لكم هنا 2 3 كده تلعبوا بيه، ماشي؟ ما ينفعش، انا قصتي. ليه؟ لا خلي العيال تلعب. ده كله يوم واحد. لا يوم واحد بس؟ ماشي. ايه عامله مطبخ امريكاني في البلكونه؟ الكفته. الله حاجه جنبي عشان ما نمشيش مشوار. انتوا عارفين طبعا ان لو في مصايف احنا كنا رحنا، صح؟ بس غصب عننا ان احنا بنعمل لكم المصيف هنا في البيت. بس حلو احلى. احلى؟ حلو برضو؟ بس كده احسن ولا على السطح؟ محاولة انقاذ سريعة من محمد لبلال. ايه اخبار الرز يا ست وفاء يا شيف؟ الشيف وفاء النهارده عامله لنا رز بالزبيب. يا سيدي يا سيدي، رز بسمتي بالزبيب طبعا مع المشويات هيبقى تحفه وجامد جدا. والعيال بره خربة الدنيا وبيلعبوا ظباطين ومزقططين. الله ينور يا رجاله، الله ينور. يعني انتوا كده مبسوطين؟ ايه يا وفاء؟ اوبا. طبعا هنا الحمام مقفول، الميه لما تيجي تمشي بتمشي تروح الحمام. سلطه وفلفل الوان مع الطشه الجميله اللي هتتعمل دلوقتي. اوعى وشك يا سيدي. دي كده اريح من الفحم بكتير، واول استخدام اول استخدام لما نشوف بقى هتبقى ان شاء الله. نشوف التسويه بتاعتها ان شاء الله هتبقى حلوه. المفروض كده انا عاملاها على الخمسه، مش كده على اعلى درجه كده، اعلى درجه. كنت انا كنت عاملاها معاكم قبل كده، مقدرها اقولها لكم على السريع. بتبشروا البصلايه، تاخدوا البش وتصفوا الميه لتتبيله اللحمه. تحطوا شعره صغيره من البيكنج باودر، بيكنج باودر ما تستغربوش، بس عشان يخليها ماسكه، عشان لما نيجي نشويها على الفحم ما تفكش من السيخ. الله ينور. والبهارات بقى بتاعتنا، الملح والفلفل والكركم. واهم حاجه ان البهارات طبعا تبقى حاميه علشان تبان الطعم فيها. والبصل مش كتير، يعني هي بصلايه على نص كيلو. طبعا عندنا هنا مكان جميل ورائع. طبعا الجنينه ما رضيناش نعمله تحت في الجنينه لان في طينه اللي هي طبعا مكان الزراعه، دي ارض زراعيه اصلا، فما قدرناش ان احنا نعمل تحت طبعا عشان ايه الميه ما كانتش هتستحمل وكده هتتطين بسرعه. لكن هنا المكان انضف. بيحاربوا في الميه. يلعبوا مبسوطين، وهو ده الهدف من المصيف بتاعنا، ان هم الولاد ينبسطوا ويبقوا ايه سعداء زي ما انتم شايفين كده ومزقططين. مزقططين ولا لا؟ لا بصي بقى، انت بقيتي بتعرفي تنطي صح؟ مش انت بقيتي تعرفي تنطي؟ اعملي لنا نطه بالبطيء بقى، ماشي؟ وسع لها يا بلال، وسع لها، وسعوا لها عشان هتنط نطه جامده جدا. الله ينور. شفتي نطه جامده. واحده كمان بقى، واحده كمان، واحده كمان، واحده كمان. اجري. واحده كمان يا وفاء، واحده كمان. استنوا عليها، استنوا عشان هي خلاص خدت الشجاعه والجراءه وبقت قويه جدا. ما نطيتيش ليه؟ نطي. ماشي ماشي.
طبعا انتوا جوعتوا دلوقتي، انا مجهز لكم الاكل، واول ما يجهز تطلعوا بسرعه عشان تاكلوا. اروح ابص على امكم واجي. الله ينور يا سيدي. وصلت لايه يا باشا؟ اوبا. هي بصوا يا هادة شويه بس حلوه يعني بتسوي. لا ما هي بتسوي على نار هاديه، يبقى ان شاء الله هتطلع احلى، لان طبعا الفحم بيبقى شديد. تستوي يعني. الفحم بيبقى شديد فبيخليها تتلسع. لكن هي كده بصوا شكلها حلو صح؟ جدا. البدايه مبشره شكلها يفتح النفس صراحه. كده شكلها احلى بكتير. لسه ما استوتش وانا هنا بقطع السلطه. ولسه ما حطيناش الشيش طاووق. لا ان شاء الله يبقى مصيف حلو وممتع باذن الله. فريسكا فريسكا. تعمل لكم فريسكا. سمكه اكنك سمكه بالظبط. وصلت لفين يا وفاء؟ يا شيف وفاء. حطيت الشيش ونقعد الكفته هنا واشيلها برضه كفتة لان كده؟ هنا بيسوي برضه يعني. بتسوي كده؟ طعمها جميل. انا دوقت حته. يا شيخ حلوه، هاتي حته. طعمها حلو قوي. طب تعالي حته كده. افتح بق. افتح بق. يا سيدي يا سيدي. طعمها وتسويتها جميله احسن من الفحم. على الهادي. على هادي يا زبادي. طبعا احنا في البلكونه وزمان المنطقه كلها بيقولوا ايه اللي جرى في الدنيا؟ ايه اللي حصل؟ في حياتي فتح جنبينا ولا ايه؟ بعمل لكم سلطه الطحينه وخلصت السلطه دي. شيش طاووق طبعا هيطلع دلوقتي وهنبتدي ناكل عشان الرز خلاص هناك استوى. ايه قدامك كتير؟ لا خلاص اهو. يا مسهل يا رب. الكفته طلعت والشيش طاووق انا وبحط معانا الانتركوت. الانتركول ماشي. وانا هنا جهزت قعده، خليكم انتوا بتبلبطوا كده ولا هممكم. وهنا جهزت القعده، ترابيزه جميله والكراسي بتاعتنا الجميله. هتعملي ايه؟ هتعملي ايه؟ هتنطي؟ ماشي. عملت شقلباظ. عملت شقلباظ. هنجيب بقى الاكل دلوقتي عشان نقعد ناكل. يلا اطلعوا بقى عشان خلاص جهزنا الاكل. اطلعوا بقى في السنه واجيب لكم البشاكير. البشاكير ولا فوت؟ عايزه ايه؟ غرقوك انت خايفه على نفسك من الميه؟ كمان تاني ها؟ هي مرة واحدة بس ما تبقوش على كده. الله يا سيدي. الله ينور يا سيدي. الله ينور. بلبطوا. فاضل ان انتوا تاكلوا بقى اكله متينه من بتاعه الايه؟ اللي بتاعت الحاشي بتاع امي. مطعم. الله ينور يا سيدي. شايفين يا جماعه الجمال؟ شايفين الجمال؟ يا سيدي انا بحب ده مطعم؟ ورانا البسين وقدامنا الاكل المشويات والسلطات والحركات والرز البسمتيات. فعلا بنعمل كده في الماركت بيبقى ورانا البيت. بالظبط. الله ينور. انا بحب ده قوي. ماشي. كل يا حبيبي. اللي انت عايزاه. يا سيدي. عليك يا سيدي. مستويه ونايحه ومية مية. يا سيدي يا سيدي. فسحتنا انا كده وفيت بوعد صح؟ فسحه جامده وجميله صح؟ مفيش دلع بعد كده ها؟ عشان احنا هيطلع عينينا في تنظيف الشقه. بصوا بقى الكفته بقى لما تبقى مستويه سلت كده سلت. يلا يا سيدي. عليك يا سيدي. دوق اللحمة دي قولوا رأيكم بعد تحطها. انا عايز ادوق. لحمة ستيك. دي على الكفتة يا سيدي على حلاوة. كل قطع لهم عشان ما بقاش شطة. جميلة قوي. حلوه الجوريلا سوتها. جميلة قوي صح؟ من اول كده قومت لكم الاكل مش عارفين تاكلوا الرز. معلش. يا سيدي. جميلة. زنقتيهم. وكده فسحتنا النهارده. انبسطت ولا عايزين حاجة تاني؟ وزي ما وعدناكم نعمل جزء تاني ادينا عملنا جزء تاني وممتع برضه وكلهم اتبسطوا. وزي ما قلنا لكم لو برضه الفيديو ده هتوصل 100,000 لايك هنعمل جزء تالت في مكان تاني. تاني خالص برضك بس هيجي على مكان تاني. وهيعجبهم اكتر من ده كمان. ده؟ كل مرة نفاجئكم مكان شهر. يلا نشوفكم ان شاء الله على خير. واللي مش مشترك في القناه يضغط اشتراك حالا. ونسيبكم احنا بقى في الموسم بتاعنا. مع السلامة. مع السلامة. بس يا بابا. مع السلامه. قولي يا وفاء يلا عشان تنزلي تاني. طيب سيدي.